استقبال منتخب المغرب لأقل من 20 سنة من طرف الملك محمد السادس اليوم في العاصمة المغربية الرباط بعد التتويج التاريخي بكأس العالم، واستقبال رائع أيضا من الشعب المغربي للمنتخب المغربي. استقبال كان على أعلى مستوى من طرف ملك المغرب للملاعبية والإطار الفني والطبي والستاف الكل اللي شارك في المونديال. الحقيقة رينا إيماج مزيانة ياسر بعتها المغرب للعالم، لنا نظافة كبيرة، برشا نظام، تأمين كبير، جماهير كبيرة كانت واكبت الحافلة اللي كانت ماشية في الطريق للقصر الملكي. المغرب كيفاش هزت كوب دي موند؟ كيفاش؟ شنو هي الاسباب اللي خلت المغرب الفريق هذاك يودي يكوروا خير من البرازيل؟ حتى في الكره نجم نجاوب انا. هي سياسه الدوله، سي ان شوا صحيح، عنده مده قاعد يخدم عليه. كابتن عصام، الشارع كله الكروي فرحان جدا بفوز المغرب امبارح بكأس العالم. المسافة بقت بيننا بعيدة. صراحة احنا كوطن عربي كلنا، يعني هتكلم عن احنا كوطن عربي كلنا اكيد سعداء بأداء المغرب أكيد وفوزه بكأس العالم. أكيد. بص يا كابتن، طول ما في شغل صح وطول في حاجات أسس موجودة هتوصل لقدام. كويس؟ المنتخب المغربي النهارده لو انت بصيت على كل اللعيبة بتاعته هبدا لك محترفين، هبدا لك يمكن في اقرب حاجه 3 حراس مرمى اللي موجودين. واحد اسمه ياسين بشواشي بيلعب في موناكو الفرنسي، ده الحارس الاولاني اللي هو اصيب في المباراه اللي قبل النهائي، بيلعب في، وده طالع من اكاديميه محمد السادس. الثاني امين جوميز مارسيلا الفرنسي نفس الحكايه. الثالث اسمه المصباحي حارس مرمى الجيش الملكي، ده اللي هو صد ضربات الجزاء في ماتش فرنسا. تمام. انا بكلمك بس على حراس المرمى، لما يكون في 3 حراس مرمى فوقهم 2 محترفين، بقيه اللعيبه كلها فين؟ اللعيبه دي كلها يا كابتن متاسسه صح. احنا يا كابتن كرويا فين من المساله دي؟ كرويا في حاجات كتيره، في ناس كتيره مسؤوله عن الموضوع. النهارده لو في اي لاعب بيجي له عرض احتراف، لاعب بيلعب عنده 20 سنه او 18 سنه وجاله عرض احتراف، في اي نادي هتتوقع ان هو هيسيبه ان هو يحترف بالسهوله؟ في انديه، مش هنقول كل الانديه، بس في انديه. النهارده لو انت بتبص على اكاديميات محمد السادس، عندهم دوري بيتلعب، بيلعب باسم الاكاديميه، بيلعب في الدوري. يعني ده لعيبه منتخب، عندهم لعيبه على مستوى عالي. في عندهم المنتخب ده، في عندهم منتخبين واثنين وثلاثه في السن. ده هم كابتن، احنا بقى بعيد كرويا؟ لا، ما حدش بعيد كرويا، بس لازم نشتغل صح. لازم احنا كلنا صح ولا لا؟ احنا من وجهه نظري لا. قد بعث برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني عقب فوز أشبال الأطلس على المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم للشباب لأقل من 20 سنة. أكد فيها جلالته أن الفريق المغربي شرف بلاده وشبابه أيما تشريف، ومثله وقارتنا الإفريقية خير تمثيل. لحظة من لحظات الفرح والفخر والاعتزاز بالأداء المبهر الذي قدمه أشبال الأطلس الذين زأروا في الشيلي وحققوا فوزا تاريخيا غير مسبوق، مسار تميز ببراعة وتألق طوال أطوار البطولة. وقد بصم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة على مسيرة استثنائية اتسمت بالثبات والجرأة والمهارة، حيث تجاوز أعتى المنتخبات العالمية حتى بلغ النهائي ثم ظفر بالكأس عن جدارة واستحقاق. تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس العالم لأقل من 20 سنة يعد ثمرة للرؤية الملكية المتبصرة ولاستراتيجية تكوين طموحة. فتطور كرة القدم المغربية يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل في مجال التكوين، لا سيما من خلال أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أحدثت سنة 2009 بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي مؤسسة تعنى بصقل المواهب منذ الصغر. وبمناسبة هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة. بعد ذلك أقيم حفل شاي على شرف أعضاء المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الذين حققوا إنجازا تاريخيا غير مسبوق بتشيلي بانتزاع كأس العالم، لتدخل مع هذا التتويج الرياضة المغربية التاريخ من بابه الواسع. بصوت مدحت
أنا شخصيا بقول الحمد لله الذي عافانا. هقول لك إيه القصة. كان في قنبلة نووية رياضية ستسقط على دماغ المصريين. عايز تعرف إيه اللي حصل؟ بسيطة. اللي حصل إنه منتخب المغرب للشباب الشقيق في أول إنجاز عربي من نوعه، منتخب الشباب المغربي فاز بكأس العالم للشباب. وفاز على مين بقى؟ على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدفين لهدف. اولا لازم اقول مبروك للمغرب، وده خلي بالك بقى ده جيل زاد، جين زي، دول منتخب الشباب الصغيرين، فخدوا كاس العالم للشباب. هتقولي طب وانت زعلان ليه؟ انت عارف لو خدتها، لو احنا خدناها مصر يعني ما كنا مشتركين، اقول لك احنا كنا فين بقى؟ لو كنا خدناها، انا عايزك تتخيل بس لو كنا خدنا كاس العالم للشباب بس، انا عايزك تحط في دماغك وانت قاعد على الكنبه كده سيناريو لو كنا خدنا كاس العالم للشباب. ده احنا كنا شلنا الطين 10 سنين قدام، 10 سنين. ده احنا وصلنا النهائي كاس العالم اللي ابو 48 فرقه، نسبوا الفضل لسياده الرئيس، وطلع ابراهيم حسن قال لك مش مهم ناكل، بس المهم نوصل لكاس العالم، نوصل. راه كتدخل اول حاجه كتلقى التلفازه المغربيه، ده اصلا في البيت، ولا الارض ديالك عطاتك اون روتور بيان سور كتجي عاوتاني هي فين كيكون داك لوسموز الكبيره، فين كيوقعوا لي ميراكل بحال هذا اللي حضرنا عليهم. سي ان بو كليشي دم احمر، واقيلا هادشي اللي كاين. دم احمر جو بونس كاع لا جينيراسيون، اي جينيراسيون عند واحد مغربيت ما انكرويابل. المهم نواصل هذا ودزنا من ميتافور نواصل هذا نعيش سويا هذا الحدث الرياضي التاريخي الكبير للمملكة المغربية من باب السفراء، البوابة التاريخية من قلب العاصمة المغربية الرباط، عاصمة الأنوار. انطلق اليوم هذا المشهد الذي سيكتب بحروف الفخر في الذاكرة الوطنية. ها هم أشبال الأطلس أبطال العالم يعودون إلى أرض الوطن، تتقدمهم هذه الحافلة المكشوفة وسط الجماهير المغربية الغفيرة التي جاءت من كل المدن المغربية والجهات لتقول لهم أنتم فرحة المغرب، أنتم جيل الحلم الذي أصبح واقعا. من هذا الباب أو من باب السفراء العريق الذي استقبل عبر التاريخ السلاطين والسفراء والمبعوثين، مر هذا الموكب، وها هو موكب الأبطال يشق طريقه عبر شارع الحسن الثاني وسط بحر من الأعلام والعيون التي وصل الآن الموكب إلى شارع محمد الخامس وسط بحر من الأعلام والعيون التي تفيض بالدموع فرحا. مشهد يختزل 25 سنة من الرؤية الملكية في بناء نهضة كروية شاملة، رؤية جعلت من مراكز التكوين منارة أخرجت هؤلاء الفتيان ليحملوا اسم المغرب عاليا في سماء العالم. فيا له من مغرب متميز اليوم. أشبال الأمس صاروا أسود المستقبل، والمغرب الذي صعد منصات التتويج في القاعات والملاعب وأيضا الأولمبياد يؤكد اليوم أنه قوة كروية عالمية. إنها لحظة تتجاوز الرياضة، لحظة تعبير عن الانتماء والعهد والاستمرارية في مسار يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله نحو مغرب الإنجازات، مغرب الرياضة، المغرب الذي يرفع أحلامه دون حدود. اليوم الرباط ترتدي أبهى حللها وتنبض شوارعها بألوان الفخر والاعتزاز. إنها فرحة شعب بأكمله، فرحة وطن في هذا الجيل. والأنظار بعد قليل سوف تتجه لساحة البريد قلب الرباط النابض، حيث تتعالى الأصوات بالنشيد الوطني وتتحول الشوارع إلى نهر من الأعلام.
يعني كتعرف انه كيعجبنا احنا كصحفيين نكون دير القراءه في الصحف ياك. كنتمنى انه يكون واحد العنوان بغيت تعطي شي عنوان. 40 مليون قلب تهتف ديما مغرب. صحيح. وهذا هو الاحساس